القضية خارج المؤسسة، حيث أن الابن نتاعي ذهب إلى الدراسة للتحصل العلم. في ليلة سابقة تلقى من خلال هاتفه النقال تهديدات عن طريق الفيسبوك. راجع دروسه وفي الصباح الباكر ذهب إلى المؤسسة. بعد الانتهاء من الامتحان وجد أناسا يترصدون له، هم حوالي 3 أشخاص أو 4، وكل التلاميذ وزملائه يشهدون بذلك. لا غبار عن ما وقع، حيث ضربوه حتى توفي في نفس المكان الذي ضرب فيه. فاليوم أصبح التلميذ لما يذهب لتحصل العلم عند خروجه يتوفى. إذن من المفروض أن النقابات الوطنية تتكلم عن ذلك، وزارة التربية تتكلم عن ذلك، وليست إلا في الدار البيضاء. هذه تقريبا أصبحت شيء يعني في كل الولايات. فلذلك من المفروض أن يكون فيه أمن، أن يكون فيه استقرار حتى التلميذ يستوعب الدروس نتاعو إلى آخره. الشيء الذي أطلبه أنا من النقابات ومن السيدة الوزيرة، وبما أنني أنا أستاذ في التعليم عملت مدة 35 سنة، أن حق ابني أن نتحصل عليه كما ينبغي. وأطلب من العدالة، إن كانت في عدالة، أن مجرى القانون يأخذ مجراه بدون لبس وبدون أي شيء آخر. الطفل يشهدون له زملاؤه وأساتذته وأبناء حيه وحتى في مناطق أخرى أن هذا الطفل لا مثال له من ناحية الأخلاق والهدوء والطمأنينة والعمل والمثابرة. فلذا نقول إن لله وإنا إليه راجعون، ولكن يجب عدم السكوت عن قضايا مثل هذه. هذا الطفل لو عاش ممكن في المستقبل يكون شيء آخر، أما الآن هو في ذمة الله. نطلب له الرحمة، ونطلب من جميع الجزائريين أن يطلبوا إلى ابني الرحمة، لا أقل ولا أكثر. وشكرا. نحن نقدر مشاعرك سي محفوظ، شكرا جزيلا. نقدر مشاعرك ونحيي فيك الشجاعة التي جعلتك تتحدث عبر المباشر في هذا المصاب الجلل. نتمنى إن شاء الله أن يكون ابنكم رشيد في جنات النعيم، وإن شاء الله يكون يكون إن شاء الله في العليين، يكون مع الصالحين ومع الشهداء. وخاصة أنه ابن عائلة، وأنت والده كنت في التعليم ودرست أجيال. 35 سنة وأنا أعمل في هذه المهنة، يعني الله يبارك، درست أجيال وأجيال. وابنك الله يرحمه كان سيكون مثلك يعني، وكنت تفتخر به. ولكن سي محفوظ، قلت كلمة مهمة، قلت الذهاب إلى المدرسة الآن بدل أن يكون لتحصيل العلم أصبح ذهاب مرعب، ذهاب مخيف للتلاميذ. أنا لما نقول رشيد الله يرحمه نقول كاين المئات والآلاف من الأطفال الجزائريين الذين يتلقون التهديدات في محيط المدرسة، في الطريق إلى المدرسة، من طرف غرباء ومن طرف أشخاص ربما لا علاقة لهم بالتعليم، أو حتى من داخل المدرسة. هل ابنكم رحمه الله كان مصاب ربما بأمراض مزمنة أو بشيء من هذا القبيل؟ أبدا. يعني شدة الضرب هي التي قتلته؟ أكيد، ما فيهاش نقاش، أكيد. نعم. طيب أنت كأستاذ متقاعد، كإنسان له خبرة، والآن هو أب لضحية، يعني أنا أحس بالجمرة التي أنت تحملها الآن في قلبك وحرقتك على فقدان فلذة كبدك. ماذا تقترح كحلول من أجل تأمين التلاميذ في محيط المدرسة؟ لأنه دائما المشاكل داخل المدرسة تنتقل إلى محيطها وإلى الخارج. يا أخي، يا سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، نعم. يا سيدي الفاضل، في السنوات الثمانينات كان هذا الطفل الذي لا يتجاوز 16 لما يقوم بأشياء مثل هذا القبيل إجرامية كان يأخذ جزاؤه. الآن أن الأبناء الثلاثة الذين قتلوا ابني كانوا السبب في قتله هم طلقاء. أتتصورون ذلك؟ تصوروا أنتم أن هذا الطفل ابنكم، كل واحد يتصور أن هذا الطفل ابنكم ويقولون أنه منار.
مينار فيه مؤسسات خاصة لمينار. الآن في 3 طلقاء. والله ما أستطيع أضيف شيئا آخر. تصوروا وكونوا في مكان، كل واحد فيكم يضع نفسه في مكاني. أنا ابني دفنته اليوم وهم ال3 الآن أحرار عند آبائهم وأمهاتهم في دفئهم. أتتقبلون هذا؟ وأمه تعاني في بحالة يرثى لها. شيء لا يتصوره الإنسان، شيء لا يتقبله العقل. هل التلميذ الذي يتحصل يجب على الأولياء أن كل واحد فيهم يأخذ سكين ويأخذ سيف يذهب مع أبنائه الدراسة ثم يعود بهم؟ أنا لا أستطيع أن أضيف شيء آخر يا أخي. شيء غريب راه يقع في الجزائر، في كل الولايات، في كل المتوسطات، في كل الثانويات، حتى بالابتدائيات. الآن تلاحظون الأمهات يصطحبون أبنائهم يوميا ذهابا وإيابا. لماذا؟ خوفا من هذه الأمور. يجب على السلطات أن تتحرك وأن تضع حد لهذه الأشياء. لما التلميذ يخطأ خطأ، أو الطفل أو هذا الذي هو خارج عن المؤسسة التربوية يأخذ جزاؤه، أنا أؤكد لك أنه والله ما زاد واحد يمشي في هذه الطرق الغير أخلاقية الغير مقبولة من المجتمع الجزائري، إلا إذا كان أصبحوا طلقاء فهذا شيء آخر، فإنهم يعودون عدة مرات. سيد محفوظ، هل يمكن أن تؤكد لنا ما تم استخلاصه من خلال الطب الشرعي على سبب الوفاة؟ لحد الآن الطب الشرعي لم يدلي بأي تصريح، حتى بعد 4 أيام 5 أيام أسبوع يبعث لي وكيل الجمهورية ويعطيني المعلومات الرسمية. ممتاز. طيب هل ابنكم رحمة الله عليه قلت لي كان مهدد، هل كان يبلغكم بمن كان يهدده؟ هذا هو الشيء الذي لم يقع، هذا هو الشيء الذي لم يبلغنا تماما، لأنه لم يتصور بأنه يصل إلى هذه الدرجة، ولا توجد أي أشياء يهدد عليها. تستطيعون أن تسألوا من باب الزوار، من حي باب الزوار حتى الحميز، بلدية الدار البيضاء، المتوسطات. اليوم أنا أتوني الآلاف من التلاميذ، الآلاف من الأساتذة زملائي، المديرين. والله العظيم للتعبير لا أستطيع أن أعبر أكثر من ذلك. الشيء الوحيد أنه الذي يقوم بهذه الأشياء يجب أن يعاقب. طيب سي محفوظ، إن يعاقب فالقضية تبقى مستمرة إلى ما لا نهاية. طيب ممكن سؤال أخير، الرسائل التي كانت تصله عبر الفيسبوك تهديد، هل وضعتموها تحت تصرف مصالح الأمن في التحقيق للمساعدة؟ وهذا هو الشيء، وضعتهم تحت تصرف مصالح الأمن على مستوى بلدية الدار البيضاء، وبهذه المعلومات اللي هي موجودة في الهاتف نتاعو استطاعوا أن يأتوا بالجنات ال3، ولكن بعد ذلك أطلق سراحهم وذهبوا إلى ديارهم. نعم. طيب هذا هو ربما هذا هو الشيء المؤسف، أن يبقى القتلة طلقاء في الشوارع. نتمنى كما قلت لك في البداية الرحمة لابنكم، الصبر لك ولوالدته، وإن شاء الله ينزل الله عليكم الرحمة والسكينة على كل العائلة. شكرا لك سي محفوظ، أحييك على الشجاعة التي تكلمت بها، ونتمنى لكم الصبر والسلوان. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. أبدأ النقاش مشاهدينا. سي علي بن زينة، سمعت كلام الوالد، لا أستطيع أن أعلق، لا أستطيع أن أطرح سؤال لأنه تكلم كل شيء. يعني قال جملة مهمة جدا، قال أصبح الذهاب إلى المدرسة بدل تحصيل العلم أصبح ذهابا مرعبا ومخيفا. تفضل. شكرا أخي ياسر. ربي يرحم التلميذ اللي توفى هذا في دار البيضاء قدام ثانوية مولد قاسم هنا في قاسم. نحن كمنظمة وطنية لأولياء التلاميذ لما يعني وصلتنا المعلومة بالوفاة تاع التلميذ، يعني رسلت كرئيس منظمة أعضاء من منظمة راحوا شافوا يعني في عين المكان، يعني بالاتصالات تاعهم والآخر وكاع. كاين بعض ربما على حسب ما وصلنا هنايا بعض المعلومات اللي ما دلاش بها الوالد تاع التلميذ، من بينها يعني اللي داخل المؤسسة صارت مناوشات بين التلميذ وتلميذة،
داخل المؤسسة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، القضية ماهيش قضية تاع وفاة، راهم كلهم ضحايا، بالقاتل بالمقتول. تلاميذ، هو راه يقول باللي 16 سنة في عمرهم، تلاميذ تاع 16 سنة، دي مينور مازالوا صغار. يعني هذو التلاميذ الثلاثة، أو التلميذ اللي مات بين يديه، أو لا كانت صح كما بالغنى تلميذة يعني في الموضوع، كيفاش راح الطفل مات صح، هما الخمسة كيفاش راح حياتهم، كيفاش راح يجوزوها، حياتهم كيفاش راح يجوزوها. شكون الانسان اللي ينجم يتحمل المسؤوليه تاعهم هما في خمسه والعائلات تاعهم؟ يعني شيء خطير راه يصرى. احنا كمنظمه وطنيه لاولياء التلاميذ في عده مرات قلنا باللي وزاره التربيه، احنا هذا الشيء هذا واش خاطي وزاره التربيه، معناتها في الشارع قدام الباب تاع المؤسسه معناتها باللي ماشي وزاره التربيه. انا نتحدى اي واحد يقول باللي ماشي وزاره التربيه، لاخاطش المشكل بدا داخل المؤسسه. مؤسسات راهم ناقصين التأطير تاع المراقبين، كاين اللي ما عندهمش مستشارين تربيه، حراس، كاين اللي ما عندهمش حراس. نعطيك على سبيل المثال زوج مؤسسات تربويه، ثانويه في المديه فيها حوالي 700 ولا 800 تلميذ ذكور، ثانويه الذكور برك وليس بنات، لاخاطش ولايه المديه وولايه غردايه فيهم ثانويات ذكور وحدهم وبنات وحدهم، ذكور. يعني في 4 هكتارات ولا عندهم مراقب عام، وعندهم مستشار واحد، مراقب واحد برك. يا هل ترى المدير تاع المؤسسه ينجم يراقب هذاك المؤسسه كاع؟ كاليتوس، بلديه كاليتوس متوسطه فيها 1050 تلميذ، عباك شكون يحرس قدام الباب؟ زوج لي فام دي ميناج هما اللي قاعدين في الاخر، ما عندهمش مراقب عام، ما عندهمش مراقبين داخل المؤسسه. كاين زوج مراقبين فقط ل 1050 تلميذ. سما يا هل ترى يقسمهم 525 تلميذ؟ الشيء خطير اللي راه يصرى. تفضل. يا هل ترى الاطباء النفسانيين لعبوا الدور تاعهم وقاموا بالحملات التحسيسيه في وسط التلاميذ لابعادهم عن الاخر. يا هل ترى وزاره التربيه السنه الماضيه وقبل السنه الماضيه فتحت ورشات وكنا احنا حاضرين، فتحت ورشات باش تقضي على العنف في الوسط المدرسي. يا هل ترى قضات عليه؟ لا خاطرش عليه ما خذاتش الاقتراحات البناءه، ما خذاتش ما درسوش الموضوع بجميع جوانبه، بقاو حبوا كشغل الموضوع هذا يدرسوه اعلاميا فقط وليس من اجل النتيجه، باش نوصلوا للنتيجه ونقضيو على الظاهره تاع العنف في الوسط المدرسي. سي فرحات، سمعت كلامه، تعليقك، هل تحمل انت ايضا وزاره التربيه المسؤوليه او المدرسه بحراسها الذين نفتقد اليوم لحراس؟ لانه تسيير المدارس تقريبا كاين إشكالية خاصة في أعوان الحراسة في المراقبين أمام الكم الهائل للتلاميذ، وأغلب المشاكل التي تكون عند باب المدرسة وتتطور إلى شجار كبير بجماعات مسلحة تكون هي بدايتها من داخل المدرسة. تفضل. أولا نتقدم بالتعازي القلبية الخالصة لعائلة العيفة محفوظ إثر وفاة تلميذ اللي بالحق نتأسفوا تأسف كبير، لأن احنا بالنسبة لنا النفس عزيزة كثير مهما تكون الأسباب، النفس عزيزة. لذلك أولا نقدم التعزي، وخاصة كما يقولوا كان زميل وراه في تقاعد، أنا نظن العنف في المدرسة نقدروا نتكلموا هذا العنف في المحيط المدرسي بالدرجة الأولى. أنا نظن حقيقة مثل ما قال زميل بنزينة كانت عدة ورشات فيما يخص دراسة ظاهرة العنف في المحيط المدرسي بالدرجة الأولى، وممكن حتى داخل المؤسسة التربوية. لازم نعرفوا كذلك بأن المؤسسة التربوية تتأثر بالمحيط المدرسي، معناها كل الأمور اللي راهي تقوم، وهذا أظن ولي التلميذ بعض الأحيان نلقاو في إحياء بالسيوف كله، هذا ينجر تقريبا بطريقة مباشرة، تقريبا المدرسة تتأثر به. احنا ممكن نتأسفوا ونترحموا كثيرا، لأنه الحق والله غير كي
سمعنا هذه البارح بالامس اصطدمنا، لان مهما يكون موفر نعرفوا بعض الشجارات بين الاطفال معروفه بين التلاميذ، ولكن تلحق للموت. الان الموت ما تقدرش تكون الموت العزيزه، انت تبقى دائما عزيزه. انا نظن مهما كنا هذه حقيقة حديثة، ولكن لازم نهضروا كذلك الواقع اللي موجود، وهو أن لو نهضروا مثلا ممكن السنتين السابقتين ولا نقص بزاف العنف على مستوى المؤسسة التربوية، ولكن هذا راه مازال ناقص. لماذا نقص؟ أولا حقيقة للأسف الشديد، وهو أولا التأثير اللي راه نقص. اولا نلقاو عدد المساعدين التربويين، هذه حقيقه اللي قالها، عدد المساعدين التربويين نقص، ونعرفوا ما هي كما يقول لي ريستريكسيون تاع ممكن وزاره الماليه ولا العموميه وهو في التوظيف، وخاصه ممكن الاستاذ ما يقدروش يقول لك نستغناو على انه يديروه، ولكن فيما يخص تاثير نقص. كذلك فيما يخص ممكن تاثير حتى تاع المؤسسات التربويه، لاحظنا هناك نقص فيما يخص ممكن المديرين، لان ما هو الدور نهار يكون مدير واقف وموجود عنده دور كبير يلعبه، لان المدير بالنسبه لنا في المؤسسه هو اب كل التلاميذ. هذه المؤسسه لازم تعرفوا بلي ما فيهاش مدير. المدير تاعها كان موقف، راه لحد الان موقف منذ 19 شهر، توقيف تعسفي. المراقب العام موقف 19 شهر في هذه المؤسسه اللي كانوا التلاميذ يحبوهم. الان اللي راه يسير فيها هو الناظر. كل الامور واضحه، معنى مهما يكون هذا لا يعني بلي هما متسببين. ما نقولوش مسؤوليه وزاره التربيه بالدرجه الاولى، ما نقولوش وزاره التربيه، نحب المسؤوليات، وهو مديريه التربيه لشرق الجزائر لها مسؤوليه يعني مديريه لما 19 شهر ثانويه بدون مدير ثانويه يعينوا وزير، ماشي يعينوا مدير تربيه. لا مدير تربيه لا كاين الوزاره ليس مدير تربيه. سي بنزينه بالعقل ما قطعتكش، خلينا نقعدوا نقولوا لي انا الوضع راه خطير. انا الكلام اللي نهضر فيه راني واضح. كاين مدير في المكان تاعهم راهم ياخذوا صوالحهم ويخلوا التلاميذ وحدهم. سي بنزينه حاب نفتحوا قوس، لما يصل الامر الى وفاه ما نغطوش الشمس بالغربال. انا ما نغطيش. لا مانيش عليك نتكلموا على منطق، على كلام في الحصه كامل. لما تكون ثانويه بدون مدير وبدون مراقب عام لمده 19 شهرا، ماشي اسبوع او اثنين، نقول لك هنايا كاين تهاون ولا مبالاه على مستوى الوزاره. كي يقول لك على مستوى الوزاره واش معناها؟ ماشي نتكلم على الوزيره، الوزاره مسؤوليات، الوزيره مسؤوله مهما يكون. تفضل. لا ما غطيوش. كي يقولوا وزاره معنى المسؤوليه لوزير التربيه الوطنيه، يعني ما كاش حتى اللي يهز التليفون يكلم الامن يقول لهم عندنا اشطار قدام المدرسه. زياده على تفضل. انا نقول لك فيما يخص هذه حادثه، انا نظن ممكن هذه الحادثه ان شاء الله تكون الاخيره، باش على الاقل على مستوى المجتمع ككل. السنه الماضيه في الكاليتوس قالوا الاخيره. سي بنزينه بالعقل. على مستوى المؤسسات التربويه لازم ناخذوا الاجراءات اللازمه. احنا بالنسبه لنا ما هي الاجراءات؟ يجب اولا عدد المساعدين التربويين يكون بعدد كافي ليستطيعوا، لان هما اللي ينكادروا التلاميذ. كذلك لازم الاساتذه النفسانيين اللي راهم موجودين نتاع التوجيه المدرسي الى اخره، اللي عندهم متخصص اللي يتكلموا مع التلاميذ. الان لاحظنا بان نقص تقريبا الحديث مع التلاميذ كانهم اله يدخل 8 المدرسه يروح، ما كاش اللي يوجههم، ما كاش اللي يمشيهم. هذه كذلك المحيط كمحيط لازم على الاقل مهما يكون. كذلك زملائنا تاع الامن الوطني والدرك الوطني خارج المناطق الحضريه لازم على الاقل دورات ولو زياره فقط، على الاقل يحسوا اللي راهم موجودين، وخاصه عند دخول وخروج التلاميذ. حنا نعرفوا بان مهما يكون الامن ما عندوش حق يدخل الحرم المدرسي الا بطلب المدير. لكن كاين اشكال ربما اشكال واضح وضوح الشمس. انتم كنقابه تربيه، وانا ما نحملش مسؤوليه نقابه التربيه، انتم وحدكم كاين حوالي 10 نقابات. نعطيك مثال بسيط. خلال الاسابيع الماضيه كل الكلام وكل التظاهرات كل الاحتجاجات على التقاعد النسبي، يعني بصراحه العباره صدعت رؤوسنا بالتقاعد النسبي، نتكلم عن النقابات، ولكن لا وجود لكلام، يعني كلام كبير وفوضى واحتجاجات على الامن المدرسي. المدرسه ولات فيها المخدرات، المدرسه ولا فيها التلاميذ يضربوا الاستاذ، مدرسة فيها أساتذة يضربوا التلاميذ، مدرسة فيها حارس يعتدي يغتصب تلميذات ويتحرش جنسيا بتلاميذ، يعني ولا فيها كل شيء المدرسة ومحيطها. لكن ما لحقش نهار النقابات يقولوا يا جماعة نحبسوا التدريس، ما نقروش حتى نحلوا المشاكل. لماذا أصبح خطاب النقابات خطاب مادي ماشي خطاب تربوي؟ هي في الحقيقة أنا ماشي ممكن راهي وجه البلاطو مبرئ نفسي. احنا في الاتحادية الوطنية للتربية عطينا قسط كبير
توفير ظروف العمل الملائمه. ما هي توفير ظروف العمل؟ توفير الوسائل، توفير الامن، توفير التاطير، توفير. وهذه في الحقيقه من مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم بالتنسيق مع الممثلين العمال. لازم نعرفوا كذلك بان احنا كنقابه، هذا النقابه تاعي ما فوضونيش، كنقابه انا الان ممكن ما عنديش الحق نتكلم على التلميذ باعتبار التلميذ عنده الاولويات تاعو يتكلموا. حنا نتكلموا على التلميذ في اطار جو مدرسي كما يقولوا كجماعه تربويه، باعتبار هو تقريبا هو العنصر الاساسي على مستوى المؤسسه. لولا وجود التلاميذ لوجود الاساتذه. هذا من المفروض على بالتنسيق مع وزاره التربيه اولياء التلاميذ. احنا كاساتذه او كنقابات يجب ان نوفر، نعمل من اجل حقيقه. المده الاخرى ممكن هذه كل التصرفات تاع الاداره بعد كذا ممكن نوعا ما شحنوا نوعا ما التلاميذ، باعتبار التلاميذ يقضوا الوقت خارج المدرسه اكثر من المدرسه، مما جعل ممكن بعض المناوشات تكون اما داخل واما خارج التي اثرت على هذا. ممتاز. لذلك ونتاسفوا لهذا الوقت. شوف شيخ شباب، مع انه ما شفناش اضراب، ما شفناش يوم اضراب حول الامن، العنف ما كانش اضراب حول العنف، ما شفناش. كما تعلمون المنظمه الوطنيه لاولياء التلاميذ تاسست غير في جديده. نعم. وتحصلنا على الاعتماد في 7 ماي 2015. هكذا هكذاك ما وفيناش عام. في 12 نوفمبر 2015 درنا طلب لوزيره التربيه، ها هو الاخر، طلبنا منها باش نديروا ملتقى حقيقي بالمختصين، ولحقنا باش راح نديروا واجدين باش نديروا يعني خلايا على مستوى المؤسسات التربويه من تأطير الاولياء اللي منخرطين في المنظمه وعلى مستوى الوطني. ونتحدى اي واحد اللي يقول لي انا ما عنديش تمثيل على مستوى الوطني. وزيره التربيه بنفسها في ثانويه الرياضيات كنا في ملتقى، واش قالت لي؟ راك تخلط لي. واش نخلط لك؟ انا جيت نوقف مع وليدي، انا اليوم جيت نوقف مع وليدي، انا شريك جيت نوقف مع وليدي لاخاطش كاينين مشاكل راهم موجودين في المنظومه التربويه الداخل، لازم اصلاح. انا الحل الوحيد ذوقا لازم الاصلاح تاع المنظومه التربويه، اصلاح جذري ومشي بالناس هذو. انت كي تسمع مفتش عام في الاذاعه الوطنيه في يوم الثلاثاء في الصباح يقول باللي احنا لازمنا نكونوا الاساتذه في الاناشيد والمسرح باش يعطوا للتلاميذ، وهما مازال ما تكونوش كما يقول لك بيداغوجيا، ومازال ما تكونوش تاثروا وتكونوا في تنميه الموارد البشريه. على ما تكونوش هذا الاستاذ هذا في امورات يعني اللي راح يجيب المنفعه في الاخلاق والتربيه. على تكونوا في المسرح. احنا بعثنا اولادنا باش يتعلموا المسرح والاناشيد، احنا ما بعثناش اولادنا باش يتعلموا المسرح والاناشيد. لكن الان انت هذا نشاط. انت كاولياء التلاميذ انت امام مشكل كبير. قبل المسرح، سامح لي، قبل المسرح وقبل التعليم ككل، قبل التربيه والتعليم، انت امام مشكل. ابنك اذا راح المدرسه وجاء هل يجي سالم وما يجيش سالم؟ يعني هو يجي سالم او ما يجيش سالم. هذه نقطه. النقطه الثانيه سياسه وزاره الداخليه او الدوله الجزائريه ما توفرلكش في كل مؤسسه بوليسي. غير منطقي. كيف سبحان الله لازمنا على الاقل 52,000 شرطي، على الاقل. كاين 26,000 مؤسسه، لازمنا كل 8 سوايع لازم يكون شرطي قاعد ثما، ولازم كاين اللي يمرض، كاين اللي يدي عطله، كاين اللي الاخر. على الاقل 52,000 شرطي. منين نروحوا نجيبوا حنا باش الدوله تاعنا توفر لنا 52,000 شرطي؟ على بكري ما كانوش كاينين الشرطه داخل المؤسسات التربويه. كان يمكن طرق اخرى، مؤسسات حراسه خاصه تتنصل من المشكل تاع العنف وتقول باللي الامن ماهوش يقوم بالدور تاعو. الامن واش يدير لها الامن؟ واش يدير لها؟ قضيه تاع اخلاق وتربيه. الاخلاق والتربيه تتمد في المدرسه. اذا كان ما كانش اخلاق وتربيه بالدرجه الاخلاق والتربيه ثم المدرسه نسموها وزاره التعليم، ثم نحو كلمه وزاره التربيه ونسموها وزاره التعليم، وتتنصل وزاره التربيه تتنصل من مسؤوليه تاع التربيه، ونديروا مجلس اعلى للتربيه اللي هو يجمع كاع الهيئات تاع الدوله من اولياء تلاميذ من الاخر. ما احنا الاولياء ومن بعدك نستغناو، ما تكونش عندنا علاقه مباشره مع وزاره الاولياء في الاسره. لا شوف، ما لازمش الان تكلم بصراحه، ما لازمش الان غير يكون مشكل نحطه مباشره على المدرسه. المدرسه فيها نقائص، ولكن كذلك مجموعه كبيره من الاولياء راهم تقريبا كما يقولوا طالقين اولادهم وحدهم. ما كاش، لازم نهضروا مجموعه قليله اللي تبع الاولاد. احنا بعض الاحيان نلاحظوا تلاميذ ممكن ما يخدموش الخدمه تاعهم، هذا كله تاع المدرسه. لازم المدرسه راهي تتحمل المسؤوله، راهي المسؤول، راهي المدرسه تتحمل المسؤوليه. راهي من فضلك ما كوبيتكش، من فضلك
المدرسات تتحمل المسؤوليه جزء منها، وكذلك الاولياء. لذلك قلنا يجب يكون تنسيق بين الاولياء والمدرسه من اجل هذا التلميذ. هذا روح الفصل روح الفصل الاشهري دقيقه روح الفصل الاشهري. بعد الفاصل فكروا معايا كيف وزاره التربيه الوطنيه اليوم او الدوله الجزائريه تفكر او تقوم باجراء نقوم بحل لتامين التلاميذ. الان تامين التلاميذ، هل نروحوا نجيبوا هل نجيبوا شركه خاصه وتقوم بتامين المدارس كما يديروا في الاقامات الجامعيه؟ هل نجيبوا ربما حراس نوظفوهم في المدارس عند الباب في المدارس بالاسلحه؟ الحل اين هو؟ بعد الفاصل مشاهدينا سنواصل في النقاش على المباشر حول وفاه تلميذ امام مدخل المدرسه بعد خروجه من امتحان التربيه الاسلاميه بسبب اعتداء مجموعة من المتمدرسين سابقا المتسربين حاليا، وما أدى إلى وفاته رحمه الله. بعد الفاصل نواصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في نقاش على المباشر. هل اليوم بعد ما حصل في محيط مدرسة الدار البيضاء من وفاة تلميذ يبلغ من العمر 16 سنة يجب على كل الأولياء أن يتوقفوا عن العمل ويشتغلوا فقط لأخذ وجلب أطفالهم من المدرسة حفاظا على أمنهم وسلامهم؟ معي مباشرة عبر الهاتف سيدة أرادت التدخل في هذه الحصة للحديث عن تجربة حصلت لها في أثناء ذهابها إلى المدرسة لتوصيل إحدى حفيداتها. سيدتي مساء الخير، تفضلي. مساء الخير. مساء الخير. أولا نترحم على التلميذ اللي مات مغدور، الله يرحمه ويوسع عليه ويصبر ماليه. وباش كيقول السيد ما يعملوش بوليسي على شرطي على كل مكتب. يا ولادي انا مشيت في العام اللي فات في البروفي تاع بنت ولدي، جي ان كومبا نتضارب مع البنات والولاد، يرميو على كل ما يخرج ان جروب يخلص ليكزامان تاعو يرميو عليهم الفرينه والعظم ولاد الدجاج، يضربوا فيهم قريب يقتلوهم 3 كيلو 4 كيلو فرينه مخلطين بالولاد الدجاج ويرميو عليهم. وليت نجري من مضرب لمضرب نربط في الاولاد والبنات وهما هاربين في لي شون في دير ابراهيم قدام دار الشيخوخه، في السيوام قدام دار الشيخوخه، نهارين واحنا في حاله مع اولادنا وبناتنا من اللي يبداو الامتحانات حتى العشيه. واحد ما يتدخل ولا غير كاين اولياء نساء سقطوا معايا يجريوا معايا ويشدوا في البنات والاولاد، نحيوهم في الفرينه ونحيوهم في الاولاد الدجاج. واحد ما خرج من المؤسسه عاوننا، وكل ما يخرج 4 5 ايام بيكمل الامتحانات تاعهم. سيدة فاطمة، أنت جدة أخذتي حفيدتك، هل أنت ويعني أم أو أب الطفلة التي أخذتها، هل أنتم تتحيروا كل يوم وهي رايحة المدرسة وجاية؟ اي نتحايروا، ما لما نتحايروش نتحايروا عليهم وعلى اولاد الاخرين كيف اللي عليهم يخدموا واللي ما يوصلوهمش. يعني اصبح اخذ الطفل الى المدرسه وجلبه اصبح مشروع، اصبح بروجي. والله صباح وعشيه 4 مرات في النهار. نشكروك. نعم تفضلي. اي بجاه ربي كي تعملوا حتى في وقت الامتحانات 3 ولا 4 بوليسيه قدام المؤسسات ماهوش ياسر على اولادنا. مرات يضربوهم بالولاد الدجاج والفارينه، ومن بعد يوليو يضربوهم بالكوكتيل المولوتوف، ومن بعد يضربوهم بالسكين. لا ما نجموش نصبروا على هذه الحكايات هذوما. وزيد بزياده تاع واسمها هذيك رويسو 80 مليون يلموهم البنات ويعطيهم للاولاد ويصدموا على رويسو 3 مرات وواحد ما يتحرك ويقول لك البوليسيه. عندنا الاولاد قاعدين بلا خدمه، يعملوا لهم بلايص ويحطوهم يعيشوهم حتى في وقت الامتحانات برك، على الاقل في وقت الامتحانات. يرحم والديكم. شكرا لك سيدة فاطمة على هذا التدخل. حتى الأبناء مشاهدينا في بعض الثانويات والمتوسطات يتم ترويعهم بالمقذوفات النارية من طرف المراهقين، يرمون، شفناها في ثانوية الرويسو قبل أسابيع وهي عادة سنوية، يجمعون الأموال ثم يقومون باحتفالات بألعاب نارية. قبل أيام توفي مناصر في مباراة كرة قدم بسبب ما يسمى بمقذوف السينيال. إذن الفوضى، الجريمة، الألعاب النارية، حالة من اللا أمن، اللا تربية إن صح التعبير في محيط المدرسة. سي بنزينة، المجهود الكبير أيضا يلقى على أولياء التلاميذ. سامحني، الأب اللي يمد لابنه دراهم يشري ألعاب نارية، والأب اللي يمد لابنه دراهم يشري كما قالت لك الفرينة والبيض، والأب اللي ما على بالوش أو الأم بابنه وش راهو يدير أمام المدرسة، هذا ما يستاهلش لقب أب، لأنه هو ما جاب طفل أو جاب طفلة وخلاهم للشارع، خلاهم يديروا وش حبوا، موش سمع بهم أصلا.
هذا يستاهل لقب اب. شوف الشيخ ياسر، انا اولا نجاوب السيده قالت باللي مع السيد اللي قال باللي ما يديرولناش كل مدرسه بوليس. احنا ما هضرناش على الامتحانات، فتره الامتحانات هضرنا على بالنا باللي ثم كاين مراكز الامتحانات ولازم الشرطه وتكون دورات تاع الشرطه الداخل في المؤسسه. بصح احنا نهضروا على السنه كامله. اسكو الشرطه تنجم توقف لا دائما تستطيع، هذا مفروغ منه. لا نستطيع. نعاود نولي لك نقطه اخرى. انا كولي تلميذ، نعم. انا كولي تلميذ، انا صادفني ابني انا نخدم والزوجه تاعي تخدم. صادفني ابني ما عندهاش بزاف، نعطيله يوميا مع الصباح نعطيله 100 دينار لا باش يروح يفطر. خاطر عليه يقرا في المتوسطه لازم على 12 يروح يفطر. صادفني لقيته واحد النهار لقيت عنده دراهم، واش يدير؟ يفطر ب 5000 4000 والاخرين يخبيهم. يبقى قلت له هذا واش راح دير بهم؟ واش راح دير بهم؟ يعني ما تنجمش تعرف الطفل كيفاش راح يلايم الدراهم هذوك ويجيبهم. كاين نقطه اخرى، احنا علاه ما نحاربوش الناس في عوض نروح نحارب التلميذ هذاك؟ انا ما نحاربش الناس اللي راه تبيع في الالعاب الناريه قدام المؤسسات التربويه. ناخذ على سبيل المثال العام اللي فات في ولايه بليده بلديه بوقاره ثانويه انحرقت. انصال انحرقت داخل الثانويه من يعني الالعاب الناريه. يعني دخلوا الالعاب الناريه حتى المراقبين ما رحبوش قدام. الى يومنا هذا منذ سنه الى يومنا هذا ما زالوا الناس اللي تبيع الالعاب الناريه قدام المؤسسه ما زالوا يبيعوا. ما كاينش اللي يتحرك. نزيد لك نقطه اخرى في درقانه نهار اللي الاداره تاع المؤسسه لقات السيوف والاخر كاع داخل الاقسام. منين جاوا السيوف هذو والسكاكين؟ منين جاوا؟ جابوهم التلاميذ. صح شكون اللي خلى التلاميذ هذوك باش يدخل سيف معاه؟ وراه العون تاع الامن اللي عند الباب تاع المدرسه، الحارس ولا الحاجب تاع المدرسه، كيفاش دخلوا للقسم وخباه تحت المصطبه. سما هنا كاين تواطؤ تاع ناس داخل المدرسه. وراه الطبيب النفسي. انا قبل الامس كنت نتكلم مع واحده مختصه في علم النفس، قالت لي عيطت لي قالت لي راهم التلاميذ في خطر. راني لقيت واحده التلميذه رسمت لي رسم، دارت العائله تاعها والاساتذه تاعها كاع لقيتهم في الرسم تاعها. اسكو كاينين الناس اللي يتبعوا الامر هذا ويروحوا يشوفوا على الطفله هذه رسمت رسم كيما هذا باش دارت الاولياء تاعها والاساتذه تاعها وعلقتهم ايضا في مشنقه؟ منين راها تعاني الطفله هذه؟ كي تكبر تولي 10 سنين 12 سنه 15 سنه 20 سنه، كيفاش تولي هذه الاستاذه هذه الطفله هذه؟ نزيد نعطي لك علاه الجيل الاول اللي التلميذ اللي زاد في 96. احنا علاه ما جيناش الجيل الثاني والاول، قلنا التلميذ تاع الجيل الاول اللي زاد في 96 وفي 2002 دخل المدرسه اليوم راه في عمره 20 سنه، هو اللي راه يحرك في السطاد، هو اللي راه يبيع في المخدرات، هو اللي راه يدير في الاخر. اليوم في 2015 حبينا نخرجوا الجيل تاع الجيل الثاني فارغ من جميع الاخلاق والتربيه. تفضل سي فرحات باختصار شديد في دقيقه ونص. باختصار انا ما حبيتش نخليه يتكلم. ما لازم ترجعوا كل عيوب المدرسه بريئه. مسؤوليه مشتركه ومسؤوليه كبيره تاع الاولياء. المدرسه راهي تخدم الامكانيات تاعها، والمدرسه ماشي ما راهيش المدرسه عليهم البيبان بنزينه ما هادو ما يستقبلوش الاولياء. الله يسترك قال لهم ممنوع عندنا التعليمات ما يستقبلوش الاولياء اصلا. لا هذه خطا وهذه ما كاسمها، هذا افتراء. لأن والله هي الأولياء قالوا لهم ما نستقبلوكم، ممنوع الاستقبال تاع الأولياء. يستقبلوا كاين ساعات مخصصة للأولياء فيما يخص المدير. لا الأولياء ما يروحوش. الأولياء اللي ما يجوش. الأولياء مجموعة من الأولياء، أنا ما نعممش مجموعة من الأولياء يجوا في بداية سنة وفي نهاية سنة. المدرسة بريئة، المدرسة تطلب ما فيش تواصل جيد بين المدرسة والأولياء. ناقص. كاين مؤسسه نفس الشيء. حنا نقول لك نتاسفوا بزاف، ولكن هذا اللي المدرسه راهي طالقه الامور. طيب احنا اليوم في حاجه الى جهاز امني جديد للمدرسه. لا احنا في المدرسه لازم يكون تكاتف الجهود بين الاولياء والمدرسه. انا اللي انا يقول لي السيف اللي تخبى نقولوا الاب اللي خلى وليده يخرج بالسيف كيفاش خرج؟ لا ما لازمش نحلوا. المؤسسه ما راحش كل يوم، ماشي كل يوم الحارس هذا ولا عون الامن يحوس كل تلميذ واش عنده في المحفظه. لا
كاينه قضيه التربيه وقضيه الاخلاق. المدرسه راهي تقوم بالواجب تاعها كما ينبغي نوعا ما. من حدث النقائص المدرسه تتاثر من المحيط، لان المحيط الان العنف هذا اسمح لي نفضل. سبحان الله المحيط تلقى الان العنف في الاحياء، العنف في الملاعب، كل هادو ابناء، والطفل نعرفه يقلد مثل تقريبا القرد يقلب، التلميذ يقلد يسرى يحاول يديرها. نتاسفوا ولكن لازم تكاتف الجهود، يجب تسيير، لازم يعني وزاره الماليه، لازم الوظيفه العموميه يعطينا مناصب الماليه اللازمه للمساعدين التربويين. انا اقول لك المدرسه لا تحتاج الى شرطي، تحتاج الى مربي، تحتاج الى قيم ندوات داخل المؤسسات توعيه. يعني قلت سامحني قلت كلمه مهمه، قلت التلميذ يقلد كثيرا من المحيط، يعني ما يقلدش المعلم، يقلد غير المحيط. لا ما يقلدش المعلم. المعلم وحده قدوه في المدرسه. واش يقدر يدير المعلم وحده مع المحيط كله تقريبا فيه عنف، فيه اعتداء، فيه كذا كذا كذا. المدرسه ضحيه المحيط. المدرسه راهي ضحيه المحيط. احنا نقولوا الان اعاده الاعتبار للمدرسه، باعاده الاعتبار للتلاميذ. العنف في المدرسه، هل نحن بحاجه اليوم في محيطها الى جهاز امني خاص بالتلاميذ او محيط التلاميذ مدرسه؟ كل جهاز امني معناها حراس امام المدارس، حراس ولا ليس بالامن كما يظنون الناس. الامن يعني اليس هذا نتيجه منظومه تربويه اصلا؟ ولكن وراهم الخريجين تاع الجامعات اطباء نفسانيين ولا خلاهم يخرجوا من الجامعات وراهم قاعدين بلا خدمه. ممتاز. على ما نوظفوهمش في الامور هذه. ممتاز. وزاره التربيه تصدر مناصب ماليه من وزاره الماليه. احنا في المؤسسات التربويه نستحقوا مناصب ماليه وحملنا المسؤوليه لاولياء التلاميذ. عندنا هدفين اللي يحاربوا فيهم الافات الاجتماعيه وهذه الظواهر الموجوده في المؤسسات. انتهى الوقت مشاهدينا، اغلقونا الابواب. مشاهدينا نختم بصوره قبر الطفل رشيد رحمة الله عليه، وأرجو من كل الأولياء أن يتمعنوا في هذه الصورة، كل المعلمين، كل مدراء التربية، وزيرة التربية، المسؤولين عن القطاع، رؤساء البلديات. هذا هو قبر الطفل رشيد عيفة الذي توفي أمس أمام ثانويته بالدار البيضاء ووري الثرى اليوم. هذا هو نتاج محيط عنيف ومحيط متعفن، محيط المدرسة الذي يتشارك فيها الأولياء، التلاميذ، المعلمون، المراقبون، المستشارون التربويون، كلهم يتشاركون في هذه الجريمة، وكلنا مسؤولون عن هذه الجريمة، لأنه طفل قاصر بريء راح ضحية مجموعة أيضا من المتمدرسين المتسربين الذين هم أيضا ضحية مجتمع وضحية ربما تسرب مدرسي. ربما لو حضنتهم المدرسة لما خرجوا أو لما تسربوا أو لما قاموا بهذا الفعل. ربما لو وجدوا في المجتمع من يحتضنهم من فعاليات، من جمعيات، من منظمات، من دور شباب، من دور ثقافة، ربما لما كانوا قد قاموا بهذا الفعل وهذا الجرم والذي راح ضحيته هذا الطفل البريء الذي يظهر الآن في الشاشة. نتمنى إن شاء الله أن تكون ربما أن تكون هناك سياسة واقعية، سياسة حقيقية، وإرادة للتغيير في المحيط المدرسي. أشكر كل من تدخل أو أراد التدخل. انتهى الوقت سي فرحات. كلمة صغيرة، كذلك وسائل الإعلام لهم دور كبير، ونحن ننتظر وسائل الإعلام السمعية البصرية المرئية كلها تقدم المساعدة للمجتمع. نحن في الخدمة متدخلة من وهران أرادت أن تتدخل، لكن للأسف ضيق الوقت. تقول أن هناك ابتدائية وبجانبها ثانوية. تلاميذ الثانوية هاجموا تلاميذ الابتدائية بالحجارة وبمقذوفات. أيضا متدخل آخر من العاصمة، ولكن للأسف ضيق الوقت. مشاهدينا أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. أشكر كل فريق العمل. أطيب المنى. القصة الكاملة لوفاة الطفل رشيد تجدونها في الحصاد الإخباري بحول الله. السلام عليكم.